وهم جمهور عزيز علينا كجماهير الفرق الأخرى دون جدال. كرة لصالح الاتحاد، عرضية أمام مرمى الفريق الهلالي وراسية، برافو نور، نور الجماهير الاتحادية بهدف التعادل في منتصف الشوط الثاني. برافو يا محمد نور، غير مراقب وماخذ محل حلو وتقدم للأمام وسط زعل من بلاتشي. ما يحتاج الهدف لتعليق. النمور الاتحادية تعادل الفريق الهلالي بهدف لهدف. حلوة من محمد نور، ارتقاء حلو وتوقيت حلو ولعبة حلوة أيضا ليتعادل الاتحاد والهلال بهدف لكل منهما. حلوة منك يا نور. نتيجة طبيعية تماما للضغط المتواصل من جانب الاتحاد وأفضلية الاتحاد منذ بدء الشوط الثاني من هذه المباراة، والضغط على المدافعين. يعني لما الدفاع بقى بيتلقى هذا الهجوم، هذا الضرب، هذا التكتيك، ليس الضرب المقصود الضرب لا، الضرب الفني. المجهود اللي بذله احتلال. شوف إعادة، شوف أي لاعب ولاعب مثل محمد نور تترك له الفرصة بالبقاء في مكان مناسب. لولا التعب انه حل على سامي جابر قليلا يعني لكان نجح بتمريراته. بالشوط الاول كان مرتاح سامي جابر واستطاع انه يقتنص هدف واستطاع انه يعمل خطوره. في الشوط الثاني كانت الهجمات الهلاليه المرتده الحقيقه اخطر مما كان، حتى في رغم خطورتها في الشوط الاول كانت اخطر، لكن ما استطاع تمريرها لانه مدافعي الاتحاد مرتاحين كانوا. اذا هذه اعاده لهدف محمد نور الجميل حقيقه بالراس، وهي مهاره تحتاج الى كثير من الدقه ولا تعليق على وجه بلاتشي بعد الهدف. يعني اللقطه لا تحتاج الى تعليق. يعني هدف بده ياتي لانه الكره مرفوعه بتركيز، الكره ملعوبه الى المنطقه اللي ما بين نقطه تنفيذ منطقه الجزاء وخط الستة ياردات، وهذه المنطقه اللي بحيد فيها حارس المرمى.